الرحمة للي ماتوا، وإن شاء الله أجر وعافية يلي تصاوبوا. وأكيد أنا ما راح أخلي نفسي من المسؤولية، راح أتحمل جزء منها مع أنه أخذنا كل الإجراءات والتدابير اللازمة، ورح نحكي كل شيء بالتفصيل وكل التفاصيل اللي صارت معنا. أولا بالنسبة للي ماتوا نحن رح نسأل أهل العرف ورح نسأل المشايخ بالبلد. إذا نحن بيطلع علينا دية أو أي شيء رح نكون جاهزين إن شاء الله. إذا سمحوا لنا رح نزورهم نوقف جنبهم ونعمل عزاء، وإن شاء الله ما رح نقصر لا بحقهم ولا حق عيالهم بإذن الله تعالى. هي أول وحدة. ثاني وحدة بالنسبة للي تصاوبوا كمان إن شاء الله بنقول لهم أجر وعافية، ورح نزورهم نوقف جنبهم ونحطهم إن شاء الله بأفضل المشافي ونطمن عليهم على الأخير إذا كمان سمحوا لنا. ثانيا، أنا ما عملت عزيمة للفقراء ولا للمساكين ولا هي صدقة. أنا عامل عزيمة بمناسبة النصر والتحرير، وذكرت هذا الكلام كله بفيديوهاتي، إني أنا لا عم بعطي حدا حسنة ولا عم بعطي حدا من نية. هي عزيمة وفرحة. تركت كل شغلي وكل أموري، والله العظيم كنت كتير كتير مضغوط، بس حبيت انزل افرح مع أهلي، افرح مع ناسي، افرح معكم. فأنا نزلت من كل قلبي، نزلت لأعمل هالعزيمة لنكون مع بعضنا. الله بيعلم قديش انطبخ أكل، قديش صارت قصص، قديش واجهتني متاعب بالنزلة بالطبخ بالتنسيق بجيب المواد. رب العالمين وحده بيعلم التعب اللي صابنا 12 يوم نحن وعم نحضر لهاليوم لهالعزيمة لهالترتيب. آخر شيء بيجي واحد بيقول صدقة لازم تخفيها ولازم كذا وبيتبلضم. أنا قلت من البداية من أول فيديو هي عزيمة. ثلاثة، بنشكر الحكومة السورية، بنشكر محافظ دمشق، وبنشكر كمان مديرية الأوقاف، بنشكر جهاز الأمن العام والمسؤول عن دمشق القديمة اللي وقفوا معنا بالترتيبات. يعني تعبوا كتير ووقفوا معنا على خلال مدى 12 يوم. واللي قاعد عم يحكي ويقول إنه ما تنسقت ما ترتبت ما تنظمت، لا، نحن كان معنا رخص وكان معنا تنظيم وكان معنا كل الأمور وكل التدابير اللازمة صراحة. وكنا خلال 12 يوم نحن وعم ننسق للطبخ عم ننسق لهي الأمور، والجماعة ما قصروا. ويشهد الله ما بنحكي إلا اللي صار وما بنحكي إلا اللي لازم يصير. فهن الجماعة وقفوا وعملوا كل شيء عليهم، لكن الضغط والتدافع كان أقوى. ومع كل هالشيء قدر الله وما شاء فعل. مرة من المرات بالحج بذاته صار تدافع وصار أموات. طبعا نحن أكيد ما بنتمنى هالشيء، لكن أحيانا بيصير شيء خارج إرادتنا وخارج السيطرة عن أنفسنا. ناخذ كل الإجراءات وبنتمنى من الله عز وجل شيء وبيصير شيء. الأقدار بتكون شيء. لو أعلم الغيب لاستكثرت من الخيرات، هيك قال النبي عليه الصلاة والسلام. لكن ما حدا بيعرف الغيب، ما حدا بيعرف شو في بكرة. أكيد أنت بترتب وبتنظم وبتعمل كل شيء عليك، بعدين اتكل أمرك إلى أحكم الحاكمين. وأخيرا بنقول للي حابب يصطاد بالمي العكرة، عيب عيب عيب. لأنه هلأ مو وقت هذا الشيء، لا وقت الترند على حسابنا ولا وقت اصطياد بالماء العكرة ولا وقت شيء. هلأ وقت انك انت تزعل على الشيء اللي صار. وقال النبي عليه الصلاة والسلام فليقل خيرا أو ليصمت. النبي عليه الصلاة والسلام نبه كثير على اللسان، وللأسف الشديد هن نفسهم كانوا عم يجوا يعرضوا المساعدات يعرضوا الخدمات، كانوا عم يشجعوا بكل قوة، يلا يا أبو عمر والله يجزيك الخير، واللي عملته ما حدا عمله، وشكرا كتير لك يا أبو عمر، والله هذا معدنك الطيب ومعدنك الأصيل. وفجأة بتلاقي 3/4 ما رح أقول الكل انقلبوا، واللي ما انقلب صار يحكي بالعكس، يعني معاداة. مع احترامي الشديد للجميع، ما هيك المؤمن ما هيك الإنسان، إنما الأعمال بالنيات. أتمنى الكل يكون متفهم الكلام اللي حكيته، وأي توضيح لأي جهة أنا جاهز. والسلام عليكم.